ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من كام يوم كده كلنا يعني بدون استثناء عرفنا قضية الطفل ياسين. وانا واحدة من الناس ما كنتش اعرف عنها اي حاجة خالص، زينا كلنا. ان القضية دي طلع بقالها اكتر من سنة. ولسه محكوم فيها امبارح الحمد لله يعني بالمؤبد. آم، بصراحة كان نفسي الحكم يكون اقوى من كده، بس ده واحد اصلا يعني قذر. يعني انا مش فاهمة ازاي في السن ده بدل ما يعني يفكر في اخرته، ده رجله والقبر، يعمل حاجة زي كده يعني في الطفل ده. بحيي وبحترم قوي مامة الطفل، وبحيي الطفل نفسه، وحسبي الله ونعم الوكيل في الناني او الدادة اللي عملت كده وشاركت في الجريمة دي، والمدرسة معدومة الضمير اللي الولد حكى لها واستنجد بيها، وهي طلعت قذرة زيها زي بالظبط الشخص القذر ده. وطبعا مديرة المدرسة. اتمنى يا رب، اتمنى يا رب ان هما التلاتة كمان ياخدوا حكم. يعني انا قريت امبارح ان مديرة المدرسة اخدت عزل من منصبها، فطبعا دي حاجة غير مرضية بالمرة. آه يعني ايه اصلا تاخد عزل؟ انت عارفة ان الشخص ده شخص قذر وبتتستري عليه وبتدافعي عنه. مش عايزين نخش في قصص تانية انه في اختلاف في الديانة بين الشخص والطفل، لان دي بصراحة برضو حاجة مهمة، لان الناني نفسها كانت نفس ديانة الشخص القذر ده. فالغريب بقى ان انا امبارح عمالة اشوف بوستات ان الناس في بعض وقلة بتدافع عن الشخص القذر ده. وتقول ان دي يعني ان القضاء بيفتري على الشخص ده. انا عايزه اقول لك حاجه، اي حد يدافع عن شخص عمل كده في اي طفل او اي حد، ربنا يدوقه من نفس الكاس. ما هو اي شخص هيدافع عن الشخص القذر ده، ان شاء الله ربنا هيدوقه من نفس الكاس ومن مراره، زي ما ام الولد دي عانت، وزي ما الطفل يا حبيبي شاف القرف ده ومر بتجربة. يا رب يا رب يحفظ ولادنا جميعا ويشفيه. اكيد الولد محتاج تأهيل نفسي، الله يكون في عونه وفي عون امه وفي عون اهله. هنيجي بقى ندافع عن اي حد، سواء الشخص ده او غيره، اي حد يعمل افعال زي الزفت زي الشخص ده او يعني امثاله، وحد يدافع عنه، فان شاء الله كده ربنا يدوقك من نفس الكاس اللي الاطفال دي او الناس دي بتمر بيه او اهاليها. ساعتها بس هتحس بالوجيعة. يعني احنا بس ما نقعدش نقول حرام انتوا القضية دي اتحكم فيها بسرعة. لا، ده القضية دي يعني بقالها اكتر من سنة في المحكمة. وبعدين طالما المحكمة اصدرت حكم، يعني هو مدان. ما اصل هي مش تلفئة كده وخلاص، يعني اكيد في ادلة. فبلاش هري كتير ورغي كتير. ولو انت تقبل ده على الطفل ياسين، فان شاء الله ربنا باذن الله باذن الله يردها في اولادك وتتوجع عليهم. محدش يقول لي انت بتدي على ولاد حد. لا، ما هو اي حد يدافع او يدي مبرر لشخص يتعدى على طفل او يتعدى على اي حد، فتمام. انت كمان لما يحصل عندك كده كل الناس هتلاقي فئة برضو هتدافع. ربنا يحفظ ولادنا، وبجد ربنا يكون في عون الطفل، لان الطفل ده يا حبيبي اكيد لازم يعني ياخد تأهيل نفسي، لانه اللي شافه مش قليل. انا قريت القصة انا قلبي اتوجع، يعني مجرد بس ان انا قريتها، ما بالك باللي عاشها. اما بقى البطل ياسين، فانت فعلا بطل، وان شاء الله ان شاء الله انت هتبقى كويس وهترجع احسن من الاول. وان شاء الله مامتك تشوفك احسن واحد في الدنيا. وربنا يا رب يرضيك يعني، وتعدي المحنة دي على خير، ويكبر بخاطر مامتك. زي ما قلت قبل كده ان فعلا في اعمال درامية بتتكلم على اجزاء معينة بنمر بيها في الحياة، زي مسلسل لام شمسية. فحقيقي المسلسل ده جرأ ناس كتيرة انها تحكي مشكلتها، مش بس ياسين مشكلته كان بقالها كتير
في القضاء، كانتش لسه اخدت حكم. لكن في ناس كتيرة جدا برضو شفتها بقالي كام يوم بقرا مشاكل الناس، ان الكل بدأ يتجرأ والكل بدأ يتكلم وبدأ يحكي من غير ما يخاف. ما يخافش من نظرة المجتمع، ما يخافش من نظرة ناس مريضة تبصله على ان ايه ده حصل معاه كذا. لا، اي حد يبقى شايف ان اللي حصل فيه كده شخص وحش، لا انت اللي شخص وحش من جواك. الناس دي تعرضت لأبشع أبشع أبشع الجرائم يعني. ربنا يا رب ما يحكم بيها على اي حد ويحفظ ولادنا جميعا. وحقيقي انا مبسوطة ان ياسين شاف قد ايه ان هو انتصر على شخص قذر وحيوان. فربنا يا رب يحفظ ولادنا ويسترها معانا. احنا بقينا مرعوبين، لا من مدارس ولا من نوادي ولا من اي حاجة خالص. كل حاجة بقت صعبة. الواحد مش بقى ما بقاش عارف يعمل ايه. وعشان بس ما حدش يقعد يقول اصل دي مدرسة حكومة، لا يا جماعة، دي مدرسة خاصة يعني بتدفع فيها فلوس، واكيد بتدفع فيها مصاريف كبيرة مش مصاريف قليلة. فتخيل انت بتدفع مصاريف عشان ابنك ياخد خدمة كويسة او يتعلم بشكل افضل، وده يحصل جوه المدرسة. فنخلي بالنا من ولادنا وربنا يحفظ ولادنا اجمعين بإذن الله.